السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وجمعة مباركة عليكم يا رب يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهاردة بوصفة اتنين في واحد. وصفة حلوة وجميلة وشكلها شاهي جدا على السفرة بتاعتنا. وصفة من التراث المصري. وهي حاليا مسمعة جامد قوي، ترند قوي. ونصحتني بيها إنسانة غالية عليا جدا، فأنا حبيت إن أنا أقدمها لكم. وكمان هقدم لكم معاها الكبدة المشوية في الفرن. المزاليكا والكبدة المشوية من أسهل الوصفات، بتعتمد على الكبدة والكبد والقوانص والقلوب. أهم حاجة في تحضير الوصفة دي إن احنا نغسل الكبدة بتاعتنا كويس، نتخلص من أي دم. وكمان نفس الشيء بالنسبة للقوانص. بس قبل ما ابتدي الوصفة أنا بعتذر إن في حصل حذف في الفيديوهين بدون قصد. بداية الفيديو أنا مفترض بحط الطاسة بتاعتي على النار وبحط فيها شوية من الزيت، ومفترض فيه بيحطوا ليا عشان تبقى كده حاجة جامدة. بس أنا صراحة عملتها بالزيت بس عشان تبقى صحية أكتر. بنزل الأول بالقوانص وأشوحها شوية وأجنبها على جنب، وبعدين بنزل بالقلوب وأشوحها شوية وأركنها مع القوانص على جنب، بعدين بنزل بالقلوب وأشوحهم برضو مع بعض. في الآخر خالص بميكس كله مع بعض، وزي ما انتم شايفين كده بشوحهم وأركنهم على جنب كده شوية. وبعدين بشوية زيت كمان بنزل كده في الجنب التاني من الطاسة بتاعتي. ممكن تستعملوا طاسة، ممكن صينية كبيرة، عشان حسب الكميات. أنا الكمية مش كبيرة قوي اشتغلت في طاسة. هنزل دلوقتي بمعلقة من الثوم المهروس وهشوحه كويس. الوصفة دي بتحتاج بهارات برضو، معلش عشان الفيديو كان في الأول فيه وصفة البهارات أو مقاديرها، فأنا هقولها لكم دلوقتي وهكتبها في صندوق الوصف. البهارات المستخدمة في الوصفة دي: معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة كبيرة من الملح. وبنستخدم كمان معانا ليمون وخل. انا كمان وانا بغسل الكبده بتاعتي لازم اكون متاكده ان انا غسلتها كويس بالخل والدقيق، حوالي 5 6 مرات كده لحد ما احس ان هي خلاص بقت تمام. اللي حصل دلوقتي ان انا قلبت الحاجات كلها مع الثوم، وبعدين نزلت البصل وشوحته شويه لحد ما دبل، وبعدين بدات انزل تدريجيا بفلفل. بقى عندي فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل حار، او ممكن نستخدم الشطة لو بتحبوها. هشوحهم برضو نفس الشيء، وبعد كده هنزل باخر مكون اللي هو طماطميتين كده مقطعاهم زي السلطة، وهميكس كل الحاجات مع بعض، وتبقى كده الوصفة عندي جاهزة. في الوصفة التانية انا هستخدم بصلاية وسط، وهستخدم معلقة كبيرة من الثوم، وهستخدم برضو فلفل الوان وفلفل اخضر. وهحط البهارات، نفس البهارات اللي انا استخدمتها في الوصفة الاولانية: معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة ملح. وهحط ليمونة، عصير ليمون. وهحط معلقة كبيرة من الطحينة. وهميكس كل ده مع بعض، كل الخليط مع بعض همزجه كويس في الكبة. وبعدين هنزل عليهم بخل، معلقة برضو كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الزيت. وهخلط الخليط ده كله كويس مع بعض تاني. تمام. وبعدين هجيب الطاجن بتاعي او الصينية حسب المتوفر عندكم، وهنزل بالكبدة بتاعتي، وبعدين هنزل عليها بكل الخليط اللي احنا عملناه ده. المقدار ده يكفي معانا حوالي نص كيلو من الكبدة. ونفس الشيء بالنسبة للمزاليكا، أنا برضو استخدمت مقادير تناسب نص كيلو. فإجمالي الوصفتين كيلو تقريبا يعني، بس إدى كمية تكفي ما شاء الله يعني أفراد كتير. أنا بقلب دلوقتي بميكس كل الخليط اللي أنا حطيته مع الكبدة كويس. وبعد كده بغطيها وبدخلها على فرن 180 درجة بالظبط لمدة تلت ساعة، بشيل الغطا في ال5 دقايق الأخرانية ياخد وش. كده أنا خلاص خلصت المزاليكا وخلصت الكبدة المشوية. مش عايزة أقول لكم الاتنين طعمهم حكاية أحلى من بعض. بنقدمهم طبعا مع سلطة خضراء، بنقدمهم مع مخلل، بنقدمهم مع جرجير، مع فلفل اخضر. يعني وجبة كده تحسوا كده ان هي ايه، تناسب كل البيوت المصرية وكمان البيوت العربية. لو جربتوها صدقوني مختلفة، حلوة وطعمة
ومشبعة جدا وفيها عناصر غذائية مفيدة جدا. وجبة تكفي عدد كبير من الأفراد، يعني برغم إنها من كيلو كبدة فهي تعتبر من الوجبات الاقتصادية. أنا بعمل تيست أهو، بدوق بجد طعم خرافة. أتمنى يا رب تجربوها، وأتمنى إن انتوا تقولوا لي في الكومنتات أنهي وصفة عجبتكم أكتر. وإن شاء الله تدعموني بالسبسكرايب واللايك والشير، وتستنوني الفترة اللي جاية إن شاء الله في وصفات كتير 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 جاية. أتمنى لكم أيام جميلة، وشكرا والسلام عليكم.